والهداف والشروق والغروب الى اخره. عاد زيد الشعب اللي منقسم على فئتين، فئه واعيه وفئه مدوخه جدا، الله يكون لهم في العون. فئه مدوخه لواحد الدرجه ما تصورش ليك، اللي تهضر معاه كتلقاه مسكين ما فاهم حتى شي حاجه. هاد الاخ اللي طلع دابا فاهم، لكنه جات الاخر وما فهم والو، قال لك حتى جا ماكرون. لا ماشي حتى جا الرئيس الفرنسي، لا. الفتنه والمشكل كان قبل اللي هو الصحراء المغربيه، وغيبقى هذا المشكل مادام الصحراء عندنا غيبقى ديما عند الجزائر، لان الجزائر راه 50 عام وهي كتصرف عليها، فبالتالي باغا تعض في المحيط الاطلسي، باغا تاخذ من المحيط الاطلسي. شوف ما كاين لا بوليزاريو لا والو، كاينه الجزائر باغا المحيط الاطلسي لا غير. البوليزاريو هما بحال قلتي واحد الحشك، واحد الحمير يبغيو يركبوا عليه باش يوصلوا. صحيح هذا ما كان. صحيح. شكرا سيدتي. ولا خليكي كملي الا عندك انا معك. اللي بغيت نقول لك مؤخرا فاش كانت الضربه ديال المحبس، شنو جرى ان كانت خيبه امل عند الجزائريين، كانت واحد خيبه امل كبيره على راسهم القياده. الله يخليك الله كيطلع لنا اللايف. لذلك فالجزائر وترك فقط الصحراويين المغاربه الانفصاليين او المحتجزين اللي غياخذوهم، يعني في خلال واحد الفتره غياخذوهم الى الحدود موريتانيا المغربيه، وغيحطوهم تما باش يقرروا المصير ديالهم تم فين غادي يبقاو، لان الجزائر من هالقدر تتخلى على البوليساريو. ابراهيم هذه الكلمه اللي قلت لك ماشي اي كلام عقل، لان الصحراء المغربيه باتت محسومه، تحسمت، الملف ديالها تحسم، غير كلام دابا، غير الكلام. اما الصحراء الموضوع ديالها تحسم عندنا حنا كمغاربه فهو محسوم. وشكرا. بارك الله فيك سيدي. بارك الله فيك وشكرا طلعتي معنا الاخ الاستاذ، لاني كنبغي نسمع المداخله ديالو، ما شاء الله المداخله يعني قيمه وغنيه، وانا معكم. شكرا سيدتي. غادي ننزل باش نعطي المكان ديالي، غادي ننزل اخي باش نعطي المكان ديالي. صافي شكرا لك اختي، بارك الله فيك. اهلا وسهلا استاذ عبد اللطيف. لا باس. اهلا سي ابراهيم، انت باقي كدور بهذه الفتنه. والله قلتي واحد السؤال زوين، قلتي واحد السؤال زوين. اولا تحيه للناس اللي متبعينك، سواء البشر او الاورام السرطانيه المزروعه في التلفزيون. الصوت يا الاخوان، الصوت كيف العاده ولا انا يبان لي مختلف الصوت؟ انا ربما يبان لي الصوت استاذ عبد اللطيف ما راهوش كيف العاده. لا انا كنسمعك مزيان. راكم تسمعوا فيا يا اخوتي الكرام. شوف هذا شوف اسمك انت فري الصحراء. شوف يا فري الصحراء، انا عارفك انت ابن بوليزاريو. مرتزق هذاك مرتزق عايش في من اول الشعب الجزائري. يا مرتزق يا ابن بوليزاريو، عربي ما تزيدش الدور باللايف هذا، ما تزيدش الدور بينا، راه بسببكم انتم رانا واحلين في اللايف هذا وواحلين في المشاكل، بسببكم انتم رانا في مشاكل، بسببكم انتم خلطوا 40 مليون جزائري و40 مليون مغربي. الصوت ناقص، راهم يقولوا لك الصوت ناقص يا استاذ عبد اللطيف، غير لهذا بعد ما يرحم والديك، بعد منه عطينا شبرتي على اتساع من هذا اللايف، راه اصبحتم مكروهين، لان القضيه الاولى خربتوا ونهبتوا خزينه تاع الجزائر، وحاجه اخرى سببتوا مشاكل في هذه المنطقه. بعدوا منا يرحم والديكم، لو عندي دوان تاع فريتوكس راح نصوت لكم فريتوكس، نتهنوا منكم بخطر. قلتي واحد السؤال وهي ديك القضيه اللي قال لك اودي الصحراء الغربيه ما تخلاش. علاش قاعد الترهات بحال الصحراء الغربيه، بحال حلوا لنا الابواب ديال غزه، حلوا لنا الحدود، هادشي كلشي خاص بالمبردعين داخل الجزائر. اما حتى البوليزاريو براسهم او المرتزقه ديال البوليزاريو، هاد التشاديين والماليين والكوبيين وهاد النطف اللي بقات من يعني من بقايا الحرب البارده، عارفين بان النظام العسكري غير كيلعب بهم وتا هما واكلين. دابا ملي كتشوف دابا الاغلبيه ديال المرتزقه اللي كيجيو عندك مثلا لايف، مالك شكرا عايشين في شوف سي ابراهيم، ملي كتشوف هاد المرتزقه اللي عايشين عندك، ملي كيجيو عندك اللايف كلهم عايشين في اسبانيا من اموال بوسبع. وكيطلع لك واحد من الجزائر كتلقى ما عنده الكونيكسيون، وهذا بارك تيخسر مثلا 300 اورو في الليله في البارات وفي الدور ديال القمار، وباركين على القمار ومخلين الشعب الجزائري الحقيقي مبردع نائم. اما بالنسبه لقضيه الصحراء راني كنقولها لك، هذه تفضات. انا كنقول لك دائما
سلام، هنا بالنسبه لنا انتهت، هنا بالنسبه للمغرب انتهت. دابا الموضوع اللي سيطرح قريبا وهو موضوع الاخر ديال الثورات الاخرى. نعم. انا كنعرفوا حاليا بان المرتزقه يعني وصلوا المرحله الاخيره ديال هذيك اللعبه ديالهم مع النظام العسكري، لان النظام العسكري في حيره. النظام العسكري بقى عنده هو الفلسطينيه. المايك سي نور الدين، المايك الاخ نور الدين. قلت لك النظام العسكري تعرف القضيه الفلسطينيه لانه عرفوا غير كان كينبح وكان تيبيع الوهم الشعب الجزائري. بقى عنده ملف وهو هذا ديال هاد المرتزقه هادو، يعني صافي ما بقى عنده والو. انا كنقول لك من هنا ثاني شهر من 2025 غادي تشوف الكارثه الكبرى واللي غادي تقدر تنجم عليها حتى حرب ما بين المرتزقه هاد الحنش اللي رباته النظام العسكري داخل الجزائر، وغادي يكون حرب داخليه. وان شاء الله اذا طولنا الله العمر حنا غادي نبقاو ان شاء الله ونشوفوا هاد الحاله اللي كنقول لك واللي غتكون خطيره جدا ان شاء الله. لان المرتزقه حتى هما يدوروا تما، وانهم مثلا صافي ولاو كيقول لك ان ديك الارض ديالهم ديال تندوف واخا هي ماشي ديالهم ولا ديال الجزائر، ولكن هذا موضوع اخر ما نبقاوش ندوي فيه من بعد. نخليو الكلمه للاخوان. راه كاين الاخ سيدي وسيدي احمد. سيدي احمد مرحبا بك. كاين سي نور الدين. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا استاذ عبد اللطيف، الاخ نور الدين. والله كنت لي نمشي رساله لواحد الاخ غير لا اله الا الله طويل الرساله. انا لا نقول له وقتاش نتوما عدتوا تطلعوا كيستات يا فري صحراء. انا نعاتلي وقتاش عدتوا تطلعوا كيستات وتتكلموا في قضيه الصحراء؟ وقتاش؟ بعثلكم المقاتل محمد صالح نهار اللي سولته اعطيني انجازات عسكريه، قال لك اني نجبرك في الميدان، اني نجبرك في الربط، هكا حرفيا مسجل مولي، يعني نجبرك في الربط كاني نعطيك انجازات عسكريه. بهدلتك الاخت نرجس، بهدلك الاخ عبد اللطيف، بهدلوك عند بطار. خي كم عادلكم نتوما عدتوا تطلعوا تتناقشوا؟ كم عادلكم من زعمكم؟ انا لا نقول لك اخير فيك الا بعدك، والله الا بعدك لا تطلع الكيستات. والله الذي لا اله الا هو راك تبهدل، ولا عندك تاريخ ولا عندك شيء تقوله ولا عندك ثقافه ولا عندك شيء عنك تتحدث عليه. احنا الصحراويين نزيدك، احنا الصحراويين مغربي ودا فرير صحراء ونفتخر بمغربيتي صحراوي. هذا سيد احمد هذا تلقاه ينبحين بحطوا لحياته في اخر مطاف يقول لك الصحراء مغربيه وعاش الملك. هذا وبزاف منه لا داعي والله لا داعي نذكر اسمائهم اللي كانوا يطلعوا عنا عند الاخت ثمنة الى درك حاليا نخطوا خطه شيء وعادي حق لا يبيعوا المملكه. عادوا دروك يدور يا غير المملكه المغربيه لا تستقبلكم يوني بك. والله ما تستقبلهم. صح لانهم ما هم صحراوه، شي من تشاد شي من مالي شي من ماكم صحراويين. المحتجزين اللي هي 10% أو 20% اللي هي الإحصائيات الجديدة 20% راهم مغاربة. والمملكة المغربية عادلها من 2010 لا تستقبلكم. وفينا وحنايا ما راضين بكم تجونا لأنكم راضعين بالزلة الخيانة. صح خويا صح. هذا هو الاسف. ومولي راهي تعرف واحد المناضله كانت معروفه، تنسى لي الاسم نتاعها الان، راه اسمها مينيتو غالبا. هي الان اسبانيا قالت لها خرجي لنا من بلادنا يرحم والديك، الان راها تحوس تدخل المغرب. على بالكم يا استاذ عبد اللطيف؟ في اخباري لكن اسبانيا طرحت عليها. تفضل عبد اللطيف. هذيك معروفه، هذيك بعدا كتاخذ فلوس من المغرب وساكنه في المغرب، واستغلات الحريه ديال المغرب واستغلات الاموال ديال بوصبع المبردع، وكانت خلاها المغرب كدير ما بغات، وفي الاخر دابا كتطلب العوده للمغرب وكتطلب العفو وباغا ترجع للمغرب. حنا لا يهمنا هذوك. شوف هذاك الشيء كيبقى غير بيادق. حنا اللي كيهمنا هو الميدان. قول شوف الميدان فري صحراء نفس الشيء راح تصرى الفري فاير هذا. خليني ثلاث من فري فاير هذاك عبر واش شوف حنا لا يهمنا هو هل يستطيع مرتزق تلويث حدود المغرب؟ هذا ما يهمنا. الا استطاع يدخل تفضل هذيك الساعه ونشوفوك اشنو كاين. اما بلا 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 والنباح يعني من اسبانيا ولا من البرتغال ولا من دول، هذا
داخلي جزائري، لان هذه اموال تخص الشعب الجزائري المبردع. احنا لا يهمنا، انا المواطنين ديالنا الاخوان ديالنا اللي في الجنوب بحال سيدي حماد والاخوان كلهم في بلدهم يعيشون، في بلدهم يستثمرون، يعملون، يدرسون، يدرسون، يعني في بلدهم. اما المرتزق لا يهمني انا، يبقى في تيدو يذبح كيف ما بغى، لا يهمني. ولكن شرط واحد، لا يلوث حدود المملكه. اذا لوث حدود المملكه فمصيره الحرب من طرف طيور الابابيل. من بينهم الراضي الليلي قد هو ينبح، دائما ينبح في تيك توك، في اخر مطاف يسعى في المخابرات الجزائريه انه يشتري المعدات للهاتف والصوت وكذا وكذا. يا با والله ابراهيم ميناتو حيدر اسبانيا طرحت عليها شروط. على من؟ كانت تجدد لها على ميناتو حيدر، كانت تجدد لها اقامتها. السؤال الاول، كان كمغربيه ولا بدائي؟ السؤال الثاني، اعطينا انت تحديد، يعني حددي هويتك، تعرف علاش؟ لان النهار الاول طلبت اللجوء، طلبت بلا وطن. واسبانيا درك راه يتحقق معاهم واحد اللي بلا وطن، راهم ياسر، راهم يتكلموا في لايفاتهم ياسر من حد ما جددوا له اقامته. وهذا اللي نقول لك، عندنا احنا صراحه ما احنا الصحراويين قبائل رقيبات مرفوضين انهم يدخلوا المملكه، مرفوضين رفض تام. ولا ننساو 2010 مالنا ناسينها، الصلايبات النهون نتفكرون. كان حد يقول لي راني جاي من مخيبات، والله لا نكرهه، والله لا تفوقه وجهي. هذا هو الخالق. تحية المملكة المغربية، والله ينصر سيدنا إن شاء الله، ويلبسوا الصحة، توب الصحة والعافية، ويسدد خطاه إن شاء الله. ومبروك عليكم يا البطاطيش، مبروك عليكم بنما، اعتراف بالصحراء، صف 1-1. سيد أحمد شكرا لك، شكرا. أنا أتعجب ولا أستغرب يا أخوتي الكرام لما أجد مرتزق يقول في يوم من الايام راح ندخلوا للصحراء كما يسميوها الصحراء الغربيه، ان شاء الله راح تولي الدوله نتاعنا، ان شاء الله راح نوليو احنا اصحاب الارض ان شاء الله بربي. يا ربي المكان اللي راك تسكن فيه ما فيش حتى طواليت، حاب دير طواليت راك تحفر في الرمل كيما الضب هذاك تاع الصحراء. انت مازال عندك مشكل في المنطقه الان اللي راك تعيش فيه حاليا، المنطقه اللي راك تعيش فيها حاليا كارثه. ويكون عندك الرغبه والنيه تقول في يوم من الايام راح نروح للصحراء. كما قال الاخ المغربي راك تلوث الصحراء، انت واش دير في الصحراء؟ انت الصحراء لا تصلح لك، بالاخص الصحراء المغربيه والله لا تصلح لك، ما تصلح لكش خويا العزيز. انت تصلح لك قيطون في وسط الرمل ويديروا لك شكاره نتاع الماء، هذا هو. اما انك تدخل فهذا من المستحيل. ويعجبوك يا ودي استاذ عبد اللطيف يقول لك ان شاء الله راح رئيس نتاعنا رئيس ابراهيم غالي، وعندنا الوزاره وعندنا الجيش. يا ربي واش تقارنوا هذه بهذه؟ واش تقارنوا؟ هو في قيطون يقول لك احنا ان شاء الله راح نديروا قوه، راح نديروا الدوله نتاعنا. وانت المكان اللي راك تسكن فيه عامر كارثه، نظف المكان اللي راك تسكن فيه. خلينا نستقبلوا اخي نور الدين. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي السي ابراهيم. بارك الله فيك، مرحبا بك. خويا بغيت نقول لك ان هذه الفتنه كانت من زمان، كانت من عهد بومديان فاش طرد المغاربه في 75. صحيح. ولكن كانت فتنه خامده، ما كانش فيها صداع بزاف، كانت ما كناش كنسمعوا بها بزاف. لان عبد العزيز كان فيه شويه تاع مغربي، كان فيه شويه تاع الدم مغربي يجري في دم، ولا هذاك الشيء علاش الامور كانت مهدنه هاديه القضيه. ولكن انت كثرت هذه الفتنه وكثرت هذا الصداع ولينا نسمعوا بها بزاف في العهد ديال التبون وهادشي الريحه. القضيه بدات كتشعل بزاف. علاش؟ هذا كيبين بان الفشل ديال النظام انا ما قدرش يدير شي حاجه في البلاد، ما قدر يدير. راه اش دار باش يبين لهم درك على داك الفشل ديالو، يخلق البلبله. الدوله الهكا هضره كتسمع مصطلحات ما عمرنا سمعناهم ولينا كنسمعوهم جداد. شي حوايج ما عمرهم كانوا في التاريخ كاع. صحيح. خلقوا داك الفشل ديالهم، غطاو بالفعل الفتنه ضد المغرب. ولكن المهم غادي يبقاو فاشلين، وغادي يبان الفشل ديالهم اكثر، لان ملي غادي المغرب غادي ياخذ الصحراء ديالو يا اخي. ديجا راه خداها، ولكن صافي غادي يستولي عليها في خطره واحده،
وغادي يولي يفكر في الصحراء الشرقيه ان شاء الله. شي اللي كنتمناو. يا اخي الفشل راه بدينا نكتشفوه من الان يا سيدي المحترم. الفشل راه بدينا نكتشفوه من الان. لما تشوف مواطن الجزائر يعاني مع شكارة الحليب أو يعاني مع القهوة، مع أبسط أمور في الجزائر، ماذا يعني هذا؟ يعني أن الجزائر فشلت في أمور أبسط الأمور، فشلت لأن اهتمام تاع الجزائر والنظام الجزائري ككل اتجاه ما يسمى ببوليزاريو. يعني كل الدراهم كل الأموال اتجاه البوليزاريو. في المنابر يستغلها الصحراء الغربية، يرشي يجيب لك حتى الناس يعني بدون مستوى، يجيب لك واحد بيطاري طبيب بيطاري ويعطي له شكاره ويعمر له دراهم ويبعثوا في الطائره بالاموال، يقول له تكلم، اغتنم الفرصه هذه وتكلم في هذا المنبر. وكارثه يعني، او يعطي ثاني دراهم لهذا ويقول له دي معك بلاكه خشيها في شكاره ودافع على ما يسمى الصحراء الغربيه. يعني اصبحت الجزائر مشوه بهذه الامور، بهذا التصرف الصبياني، وخسرت كل الدول بسبب الصحراء والاقتصاد وكل شيء خسراته من اجل هذا الامر اللي يعني تقول راح يعني تنفذوا على ارض الواقع، ولكن مستحيل يتنفذ على ارض الواقع. كمل اخي كمل. هادشي اللي اخويا، هادشي اللي بغيت نقول، هادشي بغيت نقول لكم. وكنقول ديما عاش المغرب، والله ينصر ملكنا والله ينصرنا على العديان. هادشي اللي نقولوا. امين يا رب العالمين. بارك الله فيك سيدي المحترم. شكرا لك اخويا سي ابراهيم. شكرا استاذ نور الدين، ربي يحفظك ومرحبا بك في اي وقت. شكرا لك. تفضل يا استاذ عبد اللطيف. شنو كاين شي سؤال؟ نعم. هاد قضيه الصحراء انا بالنسبه لي منتهيه شحال هذه، كيبقى شي شان داخلي جزائري. هذه اخي ابراهيم شان داخل جزائري، المصيبه الكبرى اللي غادي توقع وهي انفجار الورم السرطاني داخل تندوف اللي غادي ينفجر على الجزائر، واللي غادي يكون مشكل كبير. لان اللعب كبر. نجيك صراحه، اللعب كبر. المرتزقه تعزلوا لانهم ما بقاش الدور ديالهم مهم جدا. عارفين بانهم بدات كتدفع بهم مره النظام العسكري، بغاو يديروا كيصيفطوا شي قشيوشات ديال عاشوره، ولكن كيتحرقوا يعني بطيور الابابيل، اي درون في السماء. هي المتخصصه في الابالسه ديال شمال افريقيا. هاد النطف اللي بقات ديال الكوبيين والفنزويليين والتشاديين وكاع هاد المصيبه الكبرى ديال الحرب البارده، انهم دابا بداو كيلبسوا التقيه وبغاو يديروا راسهم مسلمين وبداو كيقولوا لا اله الا الله ومحمد رسول الله، وهي النواه ديالهم لا علاقه لا بالله ولا برسوله. كانوا يؤمنون بلينين وبماركس وبكاسترو، ولكن دائما المغرب منذ قرون كان هو السد المنيع لاي دخلاء ولاي ابالسه. وقريبا ان شاء الله سيكون التطهير على يد المغرب في هذه المنطقه كلها، لانه سهله انتهينا منه. دابا كاين واحد الدور خطير اللي غادي يلعبوا هاد سيرتو هاد الحكومه ديال ترامب، واللي هي هذا اللي كنعاود نقولها وغادي نعاود نقولها. وهذا وزير خارجيه ماركو روبيو اللي هو كوبي الاصل ومعارض للنظام العسكري الكوبي وجميع الانظمه اللي جات على جميع الانظمه اللي ركبات على الدبابه وكتبيع الشعارات وكتاكل اموال الشعب وكتفقد الشعب، بحال فنزويلا وكوبا وزريب الكابرانات او ما يسمى بالجزائر المفبركه 62. اما المرتزقه فالحبه هادو غير ذباب، لا يساوون حتى جمهور ديال مقابله كره القدم، يعني لا يساوون شيء. هم يلعبون اللعبه في واحد الفئه كتستغل هاد العبث اللي كتعيشوا النظام الجزائري، وعارفين بان هما براسهم في الداخل ديالهم راه ما كاين لا صحراء، ما كاين لا شعب صحراوي، ما كاين لا شعب قرقوري ولا قلقولي ولا حتى شي حاجه، لا شيء. هم ماذا يعرفون بان النظام العسكري كي يستعمل هذه القضيه من اجل الهاء الشعب والاستمرار في الحجره ديال الشعب الجزائري وقهره وقتله وتجويعه وتفقيره وعزله على المنطقه. وهما لاعبين هذه اللعبه، لاعبين معهم هذه اللعبه، ولكن طال الزمن او قصر لابد كيقول لك لا بريسيون سادون ديكسبلوزيون. الشعب الجزائري سيستيقظ على الاقل ليطهر تندوف من هذا الورم السرطاني اللي الهف الاموال ديالو واللي الابناء. شوف الابناء ديال المرتزقه الحقيقيين بحال داك ولد العكيكه ولد السلاك وهذو كلهم يعيشون عيشه اولاد الجنرالات في اوروبا. وكاينين بعض الغلمان ديالهم بحال هاد البيادق ديال الذباب اللي كيتسموا الغلمان، ابناء الجواري ديال المرتزقه، هما اللي عايشين في اسبانيا دابا، اللي كيعملوا كذباب. كيمشي من الجمعه للجمعه ولا من الشهر للشهر. القنصليه ديال اسبانيا كتعطي 500 اورو
ولا 60 اورو ولا 100 اورو باش يجيك يقابلك نتايا ولا تيقابل المغاربه. نحن صفينا هذا الموضوع، انتهى. موضوعنا سيكون في الصحراء الاخرى ان شاء الله، ما في التفاوض مع فرنسا وليس مع الاساسه، لان هذا هو الملف الجديد ديال شهر 12 ديال شهر 3 ان شاء الله 2025، واللي هو اللي غادي يحدد المصير ديال المنطقه، على الخصوص التحرك ديال الدول كلها تطالب حدودها، الحدود ديالها المسروقه من طرف هذه جزيره الكبرانات اللي ارتكبت فيها حتى تونس يا استاذ عبد اللطيف على بالك. انا كنقول لك جميع الدول، كاينه تونس وليبيا ومالي، هادو كلهم سيطالبون بالاراضي ديالهم ان شاء الله. وهذه هي المرحله الاخيره ديال تطهير المنطقه، وهذيك الساعه كنظن بان الكتله البشريه او ما يسمى بالشعب الجزائري غادي يعرف المصلحه ديالو، وغادي يدخل باش يتعود ليه التربيه عاوتاني من جديد، ليعيش كمواطن عادي وليعيش كمواطن شمال افريقي، وليس كمواطن يعني مورست عليه هاد البروباغوند ديال هاد القهر وهاد قله الاخلاق وهاد قله التربيه، لان لبسوه يعني تاريخ ماشي ديالو، عطاو جغرافيه ماشي ديالو، وعطاو وخلاوه يكون عدواني بدون سبب، كيطلع كينتقيه بدون اخلاق، يسب يشتم العن وهو ما عارف والو. كيدافع لك مثلا بعض المرات على مرتزقه غير النيف هاد قضيه النيف، هو عارف بان المرتزق كيضحك عليه لان المرتزق عايش احسن منه. واش كتعرف بان المرتزق مثلا اللي كاين في تندوف عنده 500 اورو والطبيب الجزائري عنده 400 اورو، عنده 200 اورو؟ يعني اي عقل ان مرتزق مش يعني حافي، يعني دخل التندوف حافي القدمين وبدون ملابس تحتيه عنده 500 اورو، عنده 500 اورو في الشهر، والطبيب الجزائري اللي قرا سنوات وسنوات عنده 200 اورو، اي عقل؟ والاستاذ عنده 150 اورو، اي عقل؟ اذا كفاكم، يعني كفاءة الشعب المبردع يبقى رهينه ديال الحفنه ديال المرتزقه اللي لحد الان لم يرى منا الا الهم والا التخلاط والا مثلا وكيلعب بها النظام العسكري، سيرتو هذاك المجرم ديال شنكريحه اللي الان يحتل الجزائر مره اخرى، واللي لبس القناع ديال السياسي، لانه هو الذي يحكم في الحقيقه، هو الذي يتحكم في الجيش، هو اللي غادي يخرج على الزريبه. صحيح، لا كان شي واحد يطلع. صحيح استاذ عبد اللطيف، المبردعين ما فاهمينش واش صاري في هذه المنطقه، ولكن هو مع الاسف الشديد رافد راس خاوي، راس فارغ. لا فيريتي، مرحبا بك خويا، مرحبا بك. هو يعرف فقط يسب، يا المراركه يا كذا، كيما بعد انا نشوف بعد التعاليق بوسبير كذا الكلام فارغ يا ربي. اهلا وسهلا. السلام عليكم يونس. صحيح وتفضل معنا اخي. سي ابراهيم تسمعني؟ نسمع فيك، مرحبا بك، تفضل. مساء النور سي ابراهيم. مساء الورد اخويا، الله يحفظك. قلت لك اخويا انا عشت هاد الازمه هادي، انا عندي 56 سنه في عمري، وتنعقل كيفاش بدات هاد المشكل ديال الصحراء والمشكل ديال بومدين من حسن الثاني وهذا، وهي حاليا هاد الفتنات تبدات جديده، راه ماشي قديم، ماشي جديده، راه قديمه، غير حيوه، لان كانوا تنتظروا من الحكومه من المغربيه ومن الملك يغلط الغلطه اللي غلطها الحسن الثاني في حرب 63، لان الوقت اللي الجزائر دخلات وخلقات الحرب ديال 63 كانت في واحد الازمه خارقه داخليه، فلهذا باش تخرج من ديك الازمه اختلقت المشكل ديال 63، والغلطه حنا جاوبناهم ودخلنا معاهم في حرب ونقدناهم. فلهذا ديك كاع اللي عاشوا من 63 لدابا غير ديك الدخله اللي دخلنا معاهم حنا للحرب، وما دخلناش معاهم للحرب وراه فكوها بيناتهم، ومنين جا الحراك ياكم ما لقاوش مجال باش يخرجوا من الحراك، ومنحاتهم كورونا واحد العامين ديال الهدنه ديال الحراك، لان كان مفروض على الناس يدخلوا لديورهم. خموا مزيان وقالوا نحيوا هذا المشكل الجديد ديال المغرب والمؤامره باش الحراك في الجزائر، ونعلنوا حاله ديال الطوارئ، وكاع اللي يتكلم في الجزائر ما عندوش حق يتكلم لنا حاله طوارئ،
والاعتقالات ويبقاو في هذا الموضوع وتنتظروا منا حنا باش ندخلوا معهم الحرب. غير ما هذا الملك الذكي مسالم ما بغاش يتجاوب معهم، ما بغاش يدخل معهم الحرب، فلهذا دايرين بحال شي كوكوت بحال شي مرميطه تتغلي وغادي تفرقع. وهذه المداخله ديالي خويا ابراهيم. شكرا لك، شكرا لك، بارك الله فيك. خليك معنا في اللايف، بارطاجيونا يا خوتي، بارطاجيونا الله يرحم والديكم. مهدي اهلا وسهلا. السلام عليكم يا مهدي. ابراهيم طلع فيريتي. وين راهو فيريتي؟ ابراهيم هو انا طالب جيس دقيقه. اللي جزائري انا شوف اللي خلي شوف اللي جزائري خلي تعليق. شوف ابراهيم انا معك، انا غادي نصلي وانا معك، انا معك في التكنيك. واخا الله يتقبل، الله يتقبل يا استاذ عبد اللطيف، يتقبل. لا فيريتي اهلا وسهلا. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام، كيف الحال؟ لاباس؟ الله يحفظك الله يحفظك. شوف قبيله كنتي كتشرح غير قبل من هذا كنتي كتشرح على الكسكس. ايوا انا نحب نجيب واحد التعريفه. معنى كلمه كسكس، كلمه كسكس ليست بعربيه، هي بربريه، ليست بربريه، وتتكون من كلمتين، يعني بالفرنسي يسموها سيلاب. يعني كوس الاولى هي وقيه، يعني 750 غرام 750 غرام، والكوس الثانيه هي 750 غرام. والبربر في القدم كانوا كيصاوبوا كسكسو، كيخلطوا 750 غرام تاع الذره و 750 غرام تاع